إذا مرحبا بكم أعزائي في هذه الندوة التي عنوناها بسؤال، وهو: هل يمكن إصلاح الإسلام؟ المشاركون في هذه الندوة الدكتورة وفاء سلطان، الأستاذ حامد عبد الصمد، والأخ رشيد. طبعا المشاركون معنا غنيون عن التعريف، فهم أشهر من نار على علم، ونحن سعداء بوجودهم معنا ونرحب بهم جميعا ونشكرهم على تلبية الدعوة. لماذا هذه الندوة يشترك فيها من لا يؤمنون بإمكانية إصلاح الإسلام؟ فهي استمرارية للندوة الأولى التي كان فيها ضيوف يؤمنون بإمكانية إصلاح الإسلام، واليوم معنا ضيوف ربما أعتقد ذلك أنهم لا يؤمنون بإمكانية إصلاح الإسلام. وفي المستقبل سنعمل ندوات أو مناظرات، بين قوسين مناظرة ليس صراع ديكة، وحوارات بين من يؤمن بإصلاح الإسلام ومن لا يؤمن بإصلاح الإسلام. إذا نرحب بهم جميعا. دكتورة وفاء سلطان، مرحبا بك. أهلا بك. الأستاذ حامد عبد الصمد، مرحبا عزيزي. أهلا هشام. أخ رشيد، نتأكد من الصوت، مرحبا. شكرا لك أخي هشام على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الندوة التي أعتقد ستكون مثمرة. جميل جدا. إذا قلنا أن موضوعنا اليوم هو الإصلاح في الإسلام. هل ممكن إصلاح الإسلام؟ هذا الموضوع أصبح اليوم حديث الساعة. لماذا كثر الحديث عن إصلاح الإسلام اليوم؟ يعني كانت هناك محاولات في القديم، لكنها ممكن أن تعد على رؤوس الأصابع، ولم تكن حتى لم ترقى إلى جرأة وصراحة مبادرات الإصلاح اليوم. دكتورة وفاء سلطان، ما هو في نظرك سبب هذه المبادرات وهذه الدعوات للإصلاح؟ لماذا اجتاحنا هذا التسونامي المطالبة بإصلاح الإسلام اليوم؟ شكرا لك أخي هشام، أرحب بك وبالأخوة المشاهدين. أنا سعيدة اليوم لأنني مع عملاقين كبيرين، الأخ حامد والأخ رشيد، اللذين تعلمت منهما الكثير وما زلت أتعلم. أعتقد أن سبب تلك الضجة هو أن الإسلام صار مفضوحاً من قبل العالم كله، ووصل إلى حد لم يعد يطاق العيش معه. لذلك هناك احتمالين: إما أن ينتهي بالضربة القاضية، وإما أن نجبر القائمين عليه بإصلاحه. عندما تريد أن تصلح شيئاً، هذا يعني أنك تريد أن تغيره ولو بعض الشيء. التغيير، أي نوع من التغيير، لا يمكن أن يحصل إلا إذا توفرت درجة من الحرية، باعتبار أن التغيير الذي نحتاج إليه لإصلاح الإسلام هو تغيير فكري. إذن نحن نحتاج إلى حرية فكرية. السؤال الذي يجب أن نطرحه: هل يسمح الإسلام نفسه بهذه الحرية؟ طبعاً اللي بلم بالإسلام وبشريعته وبتاريخه، وأعتقد أن الضيفين الكريمين أكثر إلماماً مني، من يلم بالإسلام بشريعته بتاريخه ولو إلمام بسيط يجيب وبثقة كبيرة على هذا السؤال بلا. لا يمكن. أهم أشكال الحرية الفكرية هي حرية طرح السؤال، والإسلام يحرم تحريماً قطعياً أي سؤال يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى مكان يشكك عنده بمصداقية الإسلام. فالآية صريحة وواضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى عالم صاروخي ليفهم تحريمها المطلق لأي سؤال يشكك بمصداقية أي شيء جاء به الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسوءكم. لا يوجد سؤال على سطح الأرض يمكن أن يسيء جوابه إلى السائل،
طبعا عندما يكون جوابا منطقيا وحقيقيا. فلماذا لا نسأل؟ فلماذا نحرم السؤال؟ حب الفضول هو الذي يدفعنا للسؤال، وعندما تسأل تجني معرفة، والمعرفة لا يمكن أن تسيء، على العكس تماما، هي وحدها من يساعدك على إصلاح ما بين يديك وتطوير نفسك نحو الأفضل. أنا شخصياً أؤمن، وقد يختلف معي الأخوة المشاركين، أنه لا يوجد شريعة إلهية واحدة منحوتة في الصخر ومحاطة بهالة قدسية تمنع أحداً من الاقتراب منها ويمكن أن تبقى شريعة مقبولة على مر الزمن. ولو وجدت تلك الشريعة لفشلت حتماً في حماية الإنسان من شرور نفسه وفي تطويره نحو الأفضل. طبعاً لنا في الإسلام مثال: ما يفرض بحد السيف لا يمكن أن يصلح ما دام السيف مرفوعاً. طبعاً في عصر الإنترنت يبدو أن الإنترنت حمت البعض من أمثالنا نحن الذين نتحاور في هذا اللقاء، حمتهم من ذلك السيف، ولذلك وجدنا من الحرية ما يكفي للتعبير عن رأينا بخصوص إصلاح الإسلام. ولكن هناك 1.5 بليون من المسلمين ما زالوا يرزحون تحت حده، والسؤال كيف يستطيعون أن يطرحوا السؤال ويثورون على قدسية شرائعهم المزعومة ما داموا يواجهون هذا الحد؟ مستحيل. من يحمل هذا السيف؟ من يحمل السيف؟ لا شك أنهم رجال الدين، ولكن من يحمي هؤلاء الشيوخ؟ لا شك أنه الحاكم. إذن نحن أمام مشكلتين: الحاكم من طرف ورجل الدين من طرف آخر، كلاهما كما قلت في أكثر من مناسبة فكان لكماشة واحدة، والمسلم وقع فريسة بين هذين الفكين. لا يمكن أن يتم إصلاح الإسلام طالما هذا الثنائي مرتبط ببعضه البعض ارتباطا وثيقا. لا بد من كسر أحد فكي الكماشة كي يفقد الفك الآخر صلاحيته. ويبقى السؤال: من أين نبدأ؟ من الحاكم أم من رجل الدين؟ شخصياً أعتبر الحاكم مسؤولاً وحامياً لغطرسة رجال الدين، ولكنني أرى في الوقت نفسه حمايته لرجال الدين هي الضمان الوحيد لاستمراريته في الحكم. إذن نحن وكما يقال ندور في دائرة مغلقة، رجل الدين يحمي فيها الحاكم والحاكم يحمي رجل الدين ولا نعرف من أيهما نبدأ. هنا تبرز أهمية السياسات الدولية المعنية بوضع خطط للعالم كله. إذا كانت هذه السياسيات معنية بإصلاح الإسلام فهي وحدها التي تستطيع أن تضغط على الحكومات الإسلامية من أجل الإصلاح. للأسف الشديد لا أرى مصلحتها تصب في هذا الخصوص. من مصلحة العالم أن يجحش، واسمحوا لي وأعتذر عن استخدام تلك الكلمة، على ما يبدو من مصلحة الغرب أن يجحش الدين شعوب المنطقة، ولذلك أرى استمراريته بشكله الحالي هو الاحتمال الأكبر، لأنه من المستحيل أن يتم إصلاح الإسلام عفوياً ومن قبل أتباعه. النقطة الثانية التي تعرقل هذا الإصلاح لو حدث عفوياً هو أنه لا يوجد في الإسلام قاعدة أخلاقية نستطيع أن نعود إليها كما حدث في المسيحية وفي اليهودية. مهما قرأت من أفكار في كلا الديانتين، أفكار طبعاً لا يقبلها عقل، هناك الوصايا العشر التي تصلح أن تكون شفرة أخلاقية، وبالرجوع إليها يستطيع المسيحي واليهودي أن يتجاوزا تلك الأفكار التي لا تلائم الزمن الحالي، ويجد مبرراً بالاستناد لوصاياها العشر أن يتجاوزها. لا يوجد في الإسلام قاعدة أخلاقية واحدة تلتزم بأي وصية من تلك الوصايا العشر.
شكرا. بالرجوع للتاريخ اليهودي. شكرا دكتورة وفاء. حتى لا نعمل مداخلات طويلة جدا، الأسئلة كثيرة إن أمكن. شكرا. شكرا. أنا أعرف أن الموضوع هو طبعا يحتاج كلام كثير. ما زال أمامي متسع من الوقت لأعبر به. نعم، حتى لا نذكر جميع النقاط ونعمل سبويلر للمشاهد، نحرق الأحداث، فنذهب نقطة نقطة. شكرا عزيزتي. أستاذ حامد، لا شك أن من ما يفهم المسلم من الإصلاح يختلف عما يفهم من يريد الإصلاح. يعني حبذا لو تأخذ بعين الاعتبار أن من يشاهدنا الآن فيهم المسلم وغير المسلم، فيهم من يؤمن بضرورة الإصلاح وفيهم من يؤمن بأن الإسلام كامل متكامل وصالح لكل زمان ومكان. يعني حبذا لو تعطينا فكرة عن جوهر المشكل هنا، ولماذا هناك اختلافات في فهم المقصود بالإصلاح. ما هو الإصلاح؟ بداية طبعا أحب أرحب بالضيفين العزيزين. يعني الدكتورة وفاء سلطان طبعا أثنت علي أنا وعلى رشيد، فالحق لابد أن يعود إلى أصحابه. يعني أنا أتذكر مداخلتك الشهيرة على الجزيرة، ويمكن كان من أول وأجرأ المداخلات التي كان فيها نقد صريح وواضح للإسلام. وهنا يجلس معي في الندوة اثنين، رشيد والدكتورة وفاء، اللي هم الحقيقة كانوا سباقين في هذا المجال، اللي هم اللي فتحوا لنا الباب، اللي هم كسروا الثلج عشان النقد بعد ذلك يكون مسموح به. لما ناس سمعتهم لأول مرة وهم بينتقدوا حسوا إنه it's possible، يعني ممكن نبدأ، ممكن نتشجع. و الدكتورة وفاء طبعا عندها حق إن الإسلام صار مفضوحا، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل المسلمين الآن يقبلون فكرة الإصلاح، أو بعضهم يقبل فكرة الإصلاح. لا، أنا دايما لما حد بيسألني بقول إحنا ريحتنا طلعت كأصحاب هذا الدين. يعني كان وحش كاسر وعمال يعني يعيثوا في الأرض فسادا وعنفا، وما كانش حد بيوقفوا عند حده. وكل المؤمنين به كانوا يعتقدوا هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الأصلي. ما كانش فيه خلاف على توجه معين. في خلافات بين مدارس الفقه في أمور فرعية جدا، لكن لم يكن هناك خلاف على فكرة الجهاد أبدا في تاريخ الإسلام. لم يكن هناك خلاف على قتل المرتد، لم يكن هناك خلاف على حتى عقوبة تارك الصلاة، لم يكن هناك خلاف أبدا على فكرة الجزية، وأن المسيحيين واليهوديين مواطنين درجة ثانية، وأن الكافر ليس له حق في الوجود بيننا. كل هذه أمور 1400 سنة اصطلح المسلمون على أنها هي الإسلام الصحيح. وفجأة يعني بدت سوءاتنا أو يعني سوءاتنا بانت، عورتنا بانت للعالم. مسكنا العالم يعني ضبطنا العالم متلبسين بالتخلف، ضبطنا العالم متلبسين بالعنف، ضبطنا العالم متلبسين بانتهاك حقوق الإنسان. فصورتنا مبدئيا بقت مش ظريفة قدام العالم. دي نقطة. النقطة الثانية إن طبعا الإرهاب اللي إحنا شفناه في السنوات الأخيرة ابتدى يحدث حالة من القلق داخل الحكومات العربية والإسلامية. الحكومات التي كانت تتستر على الإرهاب مثل باكستان أو في مصر منذ سمح للإخوان المسلمين بالعمل السياسي، وفي المغرب العربي، هذه الحكومات لدغتها الآفة التي كانت تربيها. مثل ما تفضلت الدكتورة، كان هناك زواج دائم بين السلطة والدين، وأصحاب السلطة كانوا مرتاحين لأن الدين كان يضفي شرعية عليهم. ولكن حدث وأن تمردت الآفة على صاحبها، تمرد أهل الدين على أهل الحكم، بعضهم طبعا، وكونوا جماعات إسلامية لا تصب في مصلحة الحاكم. فطبعا
ظهرت الحركات الإرهابية. بلد مثل تونس المفروض أنها تكون أول نموذج ديمقراطي عربي، هي أكثر بلد أرسلت مقاتلين إلى داعش. بلد مثل المغرب المفروض أن هي بينها وبين أوروبا بس كم ميل، فرق بينها وبين أوروبا قرون من الزمان فكريا وتعليميا وثقافيا. ابتدت كمان تلدغها آفة الإرهاب. وبما أن هذه الدول مثل مصر وتونس والمغرب وحتى دول الخليج يعني الإرهاب بيضر بمصالحها الاقتصادية، فظهرت فكرة إصلاح الخطاب الديني اللي هي طبعا فكرة تجميلية في المقام الأول. أنا أتذكر لما جيت لأوروبا من 20 سنة كان يعني الكلام عن إصلاح الإسلام مرفوض تماما حتى من التنويريين. ما كانش حد بيتكلم عن إصلاح الإسلام. ليه؟ لأن ما كانش فيه ضغوط دولية، ما كانش فيه ضغوط داخلية. حاليا في ضغوط من الخارج ومن الداخل أن تتغير الصورة. ولكن الوحش، هل يمكن إصلاح وحش تمرس على العنف، تمرس على البطش، تمرس على السلطة المطلقة بلا رقيب؟ صعب بل مستحيل. إذن اللي يحصل إن هم بيحاولوا يخدروا الوحش شوي، أو يحطوا له شوية أكل شوية وينيموه. نوم الظالم عبادة يعني. لكن في نهاية المطاف اللي عايز يصلح الإسلام، وهذه قضية كبيرة يعني. أنا ذكرت عدة أسوار في كتابي لأن عملت كتاب عن إصلاح الإسلام، حاورت فيه بروفيسور كبير في ألمانيا وبنتكلم في هذه النقطة، وقلت له من لديه الرغبة، من لديه القوة والقدرة، ومن لديه الشرعية كي يفعل ذلك. احنا عايشين كل ما نقول حاجة في انتقاد الإسلام يقول لك فلان لا يمثل الإسلام، داعش لا تمثل الإسلام، السعودية لا تمثل الإسلام، بشار لا يمثل الإسلام، السيسي لا يمثل الإسلام، الأزهر لا يمثل الإسلام، بوكو حرام لا تمثل الإسلام. وأنا يعني قلت هذه المقولة الشهيرة، طيب أكلم مين لما أحب أخاطب الإسلام الصحيح علشان أصلحه؟ يعني قولوا لي ساكن فين، ادوني عنوان ورقم تليفون، ادوني هيئة، ادوني مؤسسة قادرة. لو احنا جمعنا من كل العقول النيرة في العالم الإسلامي أفكار إصلاحية رائعة جدا، نروح لمين بها؟ يعني بس ننشرها على المنتديات. فلذلك في نهاية المطاف أنا بقول أنه يمكن إصلاح فكر الإنسان المسلم وإقناعه بفصل الدين عن السياسة في البيت وفصل الدين عن السياسة في التربية، إقناعه بتحييد دور الدين أن لا يكون الدين رقيب على كل شيء، إقناعه بإفساح المجال لأولاده أن يعيشوا في حرية و يعني يختاروا طريقهم بأنفسهم. هذا ممكن على المستوى الفردي. أما بالنسبة للإسلام فأنا أعتقد أنه فيه فعلا طريق من اثنين، يا إما الإسلام يأخذنا إلى الدمار الكامل، أو أنه الإسلام إحنا نخدر هذا الوحش، مش هنقدر نروضه، لازم نخدره ويصبح الإسلام شيء مثل الفولكلور. أنا أرى أن الإسلام يتوحش في جوانب ولكنه يفقد سيطرته على العقول في جوانب أخرى. الإنترنت، النقاشات، شوفوا احنا كنا فين مع أول ظهور لرشيد والدكتورة وفاء، وإحنا فين النهاردة. فيه النهاردة الآلاف اللي تجرؤوا واللي قدروا إن هم يطلعوا على النت ويظهروا بوجوههم وينتقدوا. خلاص كل شيء انكشف وبان، أو زي الفنان أحمد بدير ما بيقول كل شيء انكشف وبان. فخلاص صعب إن احنا نعيد نطرمخ بقى من أول وجديد ونضحك على العقول ونضحك عليهم بأكشاك في مترو الأنفاق، نضحك عليهم باسطوانة إصلاح الخطاب الديني زي القذافي مع حان وقت المعركة حان وقت العمل. يا إما نصارح أنفسنا بالمرض الخبيث وكل واحد يجب
حل مع نفسه مع أسرته، يا إما سيأخذنا هذا الوحش الكاسر إلى مصيبة أكبر من داعش بكتير. داعش بس هو المذاق الأول. داعش هي النذير اللي بيقول لنا لو ما اتخذتوش إجراءات حاسمة وسريعة، هذه هي نوعية ردود الأفعال اللي حتجي لكم من هذا الوحش الكاسر اللي بتربوه من 1400 سنة وتحموه وتبنوا حواليه الأسوار وتمنعوا أي حد من نقده. دلوقتي انقلب السحر على السحر. شكرا عزيزي حامد، شكرا للمداخلة. ننتقل الآن إلى الأخ رشيد. ذكرت في لقاء سابق أن الشيء إذا كان صالحا ثم فسد نحتاج لإصلاحه، أما إذا كان الشيء فاسدا من البداية فلا يمكن عندها أن نتكلم عن إصلاح، لأن الإصلاح سيصبح تغييرا كما قالت الدكتورة وفاء، سيتغير، هو تغيير للأصل وليس رجوعا للأصل. هل هذا في نظرك هو أهم عائق أمام إصلاح الإسلام، أم هناك نقاط أخرى تود تقديمها لنا؟ أولا في البداية أشكرك أخي هشام على هذه المبادرة الجميلة والرائعة، ولي الشرف أن أكون مع الدكتورة وفاء سلطان التي سبقتنا جميعا، وأنا أتذكر أني كنت أقرأ لها في موقع الناقد وأنا في المغرب قبل سؤال جريء وقبل أي شيء، فأحييها على جرأتها التي كانت سباقة فيها. وأحيي الأستاذ طبعا صديقي العزيز الأستاذ حامد عبد الصمد الذي أنا فخور بأننا اشتركنا في أعمال وحلقات كثيرة. بالنسبة لسؤال الإصلاح، مجرد وجودنا نحن الأربعة في هذه الندوة، وكنا بالأمس مسلمين بالأمس القريب، فمعنى ذلك أن هناك مشكلة في الإسلام ويحتاج إلى إصلاح. وجود الآلاف الذين يسمعوننا الآن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وكلهم من الكفرة تاركي الإسلام، هذا دليل على أن هناك مشكلة في الإسلام. فكما نقول بالمغربية، المش ما يهربش من دار العرس، القط لا يغادر بيت العرس أو البيت الذي فيه عرس. لا يغادر الأوروبيون أوروبا هربا إلى الشرق الأوسط ويموتون في القوارب، العكس هو الذي يحصل. فهروب الناس من منطقة معينة أو من منظومة فكرية معينة والخروج منها دليل على وجود أزمة داخل هذه المنظومة. والإسلام كمنظومة عقائدية وفكرية أعتقد أنها الآن تشهد أزمة لا سابق لها في التاريخ، والإصلاح ضرورة الآن. لكن المشكلة أولا كلمة إصلاح كما ناقشتم في الندوة السابقة، ماذا نعني بالإصلاح؟ ويتحايلون على الإصلاح، إصلاح الخطاب الديني عوض أن يقولوا إصلاح الإسلام، إصلاح الخطاب، كيف نوصل الدين للناس. والمشكلة ليست في الخطاب، المشكلة في الدين. فأولا ليسوا صرحاء حتى في مشكلة الإصلاح، ليس هناك صراحة وجرأة على مواجهة النفس. دعني هنا أثير أنه يتحدثون عن الإصلاح بناء على التجربة المسيحية، لأنه يريدون إعادة التجربة المسيحية، ونعلم من خلال العلم أنه مستحيل أن نعيد تجربة ليست لها نفس الظروف ولا نفس العناصر ونحصل على نفس النتائج. فظروف المسيحية ليست هي ظروف الإسلام، وعناصر المسيحية ليست هي عناصر الإسلام، وبالتالي من المستحيل أن يحصل الإصلاح. المسيحية ستحتفل، حركة الإصلاح المسيحية ستحتفل في 31 من أكتوبر القادم ب500 سنة على الإصلاح. المسيحية لا تشبه الإسلام، وهذه هي المشكلة الأولى التي تواجهنا. فهم من يريدون الإصلاح يقولون بما أنه تم إصلاح المسيحية فأكيد من الممكن أن نصلح الإسلام، لأنهما الاثنان دينان، يعني الاثنان مجرد دين. لكن المشكلة ليست في النوعية، المشكلة في المضمون. فالبوذية دين والإسلام دين، لكن البوذية ليست عنيفة والإسلام عنيف. فالأديان ليست متساوية. دعني أشير إلى بعض الاختلافات
التي تمنع الإصلاح. الوحي في المسيحية مرن flexible، يعني في الجانب البشري والجانب الإلهي، فهناك مساحة للتفسير، هناك مساحة لأقلمة النص مع الواقع، هناك مساحة لأشياء كثيرة، وهذا ما انتهجته مدارس اللاهوت. لكن النص القرآني جامد، هو منزل من اللوح المحفوظ، لا يمكن أن تعمل معه أي شيء، ولذلك أخرج الفقهاء لا اجتهاد مع النص. وطالما قالوا لا اجتهاد مع النص، يعني كل نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت مثل ما حصل في تونس الآن لا يمكن، كيف ستصلحه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص للذكر مثل حظ الأنثيين، ما عندكش مساحة للتفسير ولا لإعادة يعني إخراج النص من واقعه. بينما الوحي في المسيحية لأن هناك دور للكاتب، وهناك دور لثقافته ومحيطه، ودور له في كتابة الإنجيل، فهناك مساحة في التفسير، مرونة كبيرة جدا. الشيء الآخر، محمد لا يشبه المسيح، محمد كان رجل دين ودولة، وأشارت الدكتورة وفاء سلطان أن هذه هي المعضلة، أنه الدين، رجل الدين يحمي رجل السياسة، وفي بعض الأحيان رجل الدين هو الحاكم، مثل حالتنا في المغرب، الحاكم هو أمير المؤمنين في نفس الوقت، وفي السعودية هو خادم الحرمين، له صفة دينية، والسيسي والأزهر زواج الدين والسلطة، وفي الأردن هو الأسرة الهاشمية، فهناك اجتماع للدين والدولة، وهذا واضح جدا في سياساتنا في الشرق الأوسط. فالمشكلة أن الرجل الأول المؤسس للدين كان عبارة عن قائد ديني وقائد دولة، والفصل بين هذين مستحيل. المسيحية أتاحت وأعطت الفرصة لظهور العلمانية، بل جون لوك اللي اعتبره أب العلمانية كان مسيحيا، واعتمد على أن المسيح لم يكن رجل دين ودولة في نفس الوقت. فإذا الشيء الآخر أنه الإسلام حط نصوص وأطر لا يمكن تجاوزها، ولذلك مستحيل أن يحصل إصلاح. مثلا نص الحديث الذي يقول كل مستحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب أين يمكن لك أن تصلح أي شيء؟ كل مستحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني ترك لهم الفتات، اجتهدوا في بعض المسائل الفقهية البسيطة، وأما القطعيات فقطع يد السارق سيبقى قطع يد السارق، والرجم سيبقى رجما، والجلد سيبقى جلدا، وليس هناك مساحة للتجديد ولا التغيير. أيضا مشكلة القرآن صالح لكل زمان ومكان، فحتى الأسباب النزول ضربوا بها عرض الحائط وقالوا العبرة في عموم اللفظ لا في خصوص السبب. إذن كل هذه الأمور مستحيل أن يحصل الإصلاح. سأتطرق لنقط أخرى، منها من سيكون المصلحون، هل لدينا مصلحون أصلا مثل مارتن لوثر وجون كالفن وزوينغلي وغيرهم؟ هل لدينا هذه الشخصيات في العالم الإسلامي؟ أنا شخصيا لا أعتقد. وهل الشعب أصلا متقبل لفكرة الإصلاح، أو نحن نعيش في لالا لاند في بلاد العجائب؟ نعتقد أن الشعب يريد الإصلاح. لو عملت اليوم إحصائية في المغرب من يريد تطبيق الشريعة ستصاب بصدمة، وكذلك في مصر، وكذلك في العراق، وفي موريتانيا، وفي كل هذه المسائل. فنحن الآن في أزمة حقيقية، لكن هل يمكن إصلاح الإسلام؟ أعتقد ليس لدينا الظروف المماثلة لما حصل في المسيحية، وليس لدينا نفس العناصر. الإسلام بطبعه ليس بدين قابل للإصلاح. شكرا عزيزي رشيد. أظن أن الإحصائيات كذلك في أوروبا نفس الشيء، يعني تسأل الجالية المسلمة في أوروبا فهم أجوبتهم لا تختلف كثيرا عن أجوبة من يعيش في البلدان الإسلامية بين قوسين. دكتورة وفاء،
يعتقد الكثير من المسلمين اليوم أن ما يسمون بالإصلاحيين هم ليسوا إلا أداة بيد الغرب، هم صليبيون ماسونيون حاقدون هدفهم تدمير الإسلام. هذا ما يقال عمن يحاول الإصلاح. أما من يقول أن الإسلام لا يمكن إصلاحه لأي سبب كان، فهو بطريقة غير مباشرة يتفق مع السلفيين، يتفق مع من يقول أن الإسلام هو كما هو موجود في النصوص. محاولات الإصلاح هي مجرد وضع مساحيق كما قال الأستاذ حامد عبد الصمد، هي فقط مساحيق وكريمات على هذا الوجه القبيح. دكتورة وفاء، ألا يزعجك أنك تقفين مع السلفيين في خندق واحد ضد الإصلاح؟ سأذكرك بعبارة لي دائما كنت أقولها، وهي أن من يحاول أن يصلح الإسلام كمن يحاول أن يصب مرقة شهية، يعني المرق الذي نأكله على لحم فاسد. هذه هي المحاولة. ولكن دعني أقول، ولكن الأخ حامد أشار إلى نقطة في غاية الأهمية. قال أنه عندما لجأ إلى الغرب منذ حوالي 20 عاماً، حتى المستنيرين من المسلمين كانوا يرفضون أن يعترفوا بأن الإسلام يحتاج إلى إصلاح. ولكنهم هناك عاملان، انتبه إلى العاملان. أول عامل، الآن تحاصروا في زاوية، والبعض منهم خوفاً على القضاء على الإسلام صار يطالب بإصلاح الإسلام. هذا العامل فائلني قليلاً. والعامل الآخر الذي أجبرني إلى أن أتطلع إلى مخرج من هذه الأزمة هو أنه أنا بعطي محاضرات باللغة الإنجليزية عن العلاقة بين الإرهاب والتعاليم الإسلامية. من طبيعة الأمريكان، والأخ رشيد والأخ حامد يعرف أكيد نفس الطبيعة للناس في الغرب، من طبيعة الغربيين بينزعجوا عندما لا تترك لهم طاقة في هذا الجدار المصمت. بيقولوا لك أنت إنسان متشائم، أنت إنسان، بيريدوا أنه تقنعهم بأن هناك طاقة للضوء كي يدخل. هذان الأمران، الأمر الأول أن بعض المسلمين اليوم يطالب بالإصلاح، والأمر الثاني يجب أن أجد مخرجاً، يجب أن أجد طاقة فرج على الأقل أمام الأمريكان، دفعني لأن أبحث عن مخرج من هذه الأزمة. قلت ما هو المخرج؟ فكرت باليهودية وفكرت بالمسيحية كمثالين، وقلت دعني أعود إلى كتب المسيحية وإلى كتب اليهودية علني أرى طريقة أستطيع أن أطبقها على الإسلام. طبعاً بالرجوع إلى التاريخ اليهودي لم أرى أي مرحلة من مراحل ذلك التاريخ كانت تتطلب، صدق أو لا تصدق، إصلاح اليهودية. فاليهود أولاً لا يدعون أحداً إلى دينهم ناهيك عن أن يفرضوه على غيرهم بالقوة. وفي فرق، ليس لهم مطامع احتلالية وقيام خلافة يهودية عالمية، بخلاف الإسلام الذي يتطلع إلى احتلال العالم كله. هذا هو الفرق بين كنت أبحث في اليهودية عن طاقة فرج. عندما قرأت بعض الكتب عن تعاليم التوراة لاحظت أنهم يقرؤون التوراة، لأنه كثير من المسلمين بيضربوا حجة أنه التوراة مشابهة جدا للقرآن. فعدت إلى كتب التوراة لاحظت أن اليهود يقرؤون التوراة قراءة فلسفية لا علاقة لها إطلاقا بقراءته الحرفية. وأكبر برهان على ما أقول هو الواقع الذي يعيشه اليهود اليوم. لو قرأوه كما يقرأ المسلمين قرآنهم لكان وضعهم أسوأ من وضع المسلمين اليوم. كذلك المسيحية. هناك نقطة ربما أختلف بها مع بعض الأخوة المسيحيين من أصول شرق أوسطية.
كثيرا ما أسمعهم يطعنون بمسيحية أمريكا ويعتبرون مسيحية الشرق الأوسط هي الأصح والأسلم. طبعا هم لا يعرفون، لأنهم بالتأكيد لا يقرؤون، وضعهم وضع العرب عموما، أن رجال الدين المسيحي من الأمريكان وعبر التاريخ الأمريكي ساهموا مساهمة كبيرة في إعطاء الكثير من التعاليم المسيحية بعداً فلسفياً. هذا البعد الفلسفي حلق بالمسيحية روحانياً وحافظ على استمراريتها. لو بقيت المسيحية كما هي اليوم في أذهان المسيحيين الشرق أوسطيين لكان وضعها لا يقل سوءاً عن الإسلام. كنت مرة داخل كنيسة قبطية، ابنتي أعطت قطعة من الخبز المقدس إلى طفلتها، فانقضت عليها سيدة مصرية وسحبت القطعة من يد الطفلة وهي تصرخ ليست معمدة، لا يحق لها تناول الخبز. طبعا هذا التصرف أعتبره داعشي، ولا يمكن أن يحدث في أي كنيسة أمريكية مهما كان توجهها. هذا أضربه مثالا على أن المفكرين الأمريكان من رجال الدين الأمريكي ساهموا في إعطاء المسيحية بعداً فلسفياً وروحانياً، ساهم هذا البعد لاحقاً في الحفاظ عليها. والحق يقال كان هذا الغرب قادراً على فعل ذلك. لماذا؟ لأن المسيحية نفسها تملك كما قال الأخ رشيد من الحرية ما كان كافياً ليلعب المفكرون الغربيون دورا في إجراء ذلك التعديل. أما وكما قال الأخ رشيد بخصوص الإسلام، فلا أرى دولة إسلامية قادرة على أن تلعب دور الغرب عندما يتعلق الأمر بإصلاح الإسلام، ولا أرى كما قال الأخ رشيد كذلك مساحة من الحرية في الإسلام تسمح لأي دولة بتبني تلك المهمة. أعود لأقول لو كان الغرب معنياً بإصلاح الإسلام صدقوني سيصلحه ولو بالقوة، ولكن للأسف لا أرى مصلحته في ذلك. كلنا نعلم في الحرب العالمية الثانية كانت الثقافة اليابانية مبنية على فكرة واحدة، فكرة قبيحة جدا طبعا، ولا يمكن أن تقارن قبحها بالقبح الإسلامي اليوم. كانت هذه الفكرة تقول كل ما هو غير ياباني ليس جيدا. هذه الفكرة العنصرية غطرست اليابانيين، وانتهى الأمر إلى ضرب اليابان بقنبلتين ذريتين. قرأت استطلاعاً عن الرأي العام الياباني جاء فيه أن 36% من الشعب الياباني يعتقد أن ضرب اليابان بالقنبلتين الذريتين ساهم لاحقاً في تحسين وضع اليابان. طبعاً لا أتمنى، أنا من أصول إسلامية، أكره الإسلام وأعتبره عقيدة إرهابية، لكنني أحب المسلمين، هم أهلي، هم إخواني، هم أمي، هم أصدقائي، هم عائلتي. لا أتمنى أن يصل الأمر بنا إلى قنبلة العالم الإسلامي ودك مكة 10,000 ميل تحت الأرض. لا نحلم بذلك. لا نريد مزيداً من القتل، لا نريد مزيداً من الدماء. أنا من أصول سورية، لقد شبعنا دماً، لقد شبعنا قهراً، لقد شبعنا بكاء. ولكن لو غير الغرب موقفه ورأى أن هناك خطراً على أمنه وخطراً على حضارته من الإسلام، لا أستبعد إطلاقاً أن يضطر أن يتعامل مع المسلمين كما تعاملت أمريكا مع اليابان في الحرب العالمية الثانية. نتمنى من كل قلوبنا، رغم أن الثلاثة الأخ حامد والأخ رشيد وأنا اتفقنا
على أنه من المستحيل إصلاح الإسلام. ومع هذا أنا شخصياً، وأكيد الأخ رشيد والأخ حامد ما بيختلفوا معي، شخصياً آمل أن يصل القائمون على الإسلام إلى طريقة ما لإصلاحه قبل أن نرى مزيداً من الدماء، وقبل أن نرى مزيداً من القهر والجهل والفقر في بلادنا. أتمنى، أنا متأكدة، أنا والأخ رشيد والأخ حامد ومعنا الكثيرون سنشد على أيديهم وسنبارك كل خطوة باتجاه الطريق الصحيح. أنا لست ضد الدين، أنا علمانية، لست ضد المسيحية، لست ضد الدين. أعرف تماماً أن من المستحيل أن تحارب الدين كدين. الدين موجود، شئنا كعلمانيين أم لم نشأ، الدين موجود في عقول العامة من الناس، وليست غايتنا أن نقضي على الإسلام لمجرد كونه دين، وإنما نود أن نصلحه أو نقضي عليه لأنه عقيدة إرهابية لم تعد مقبولة ولم تعد صالحة للتعايش في القرن 21. مرة أخرى أتمنى من كل قلبي أن يصل القائمون على الإسلام إلى وضع يجدون لنا مخرجاً من هذه الأزمة. شكراً دكتورة وفاء. أظن أن الأخبار غداً ستكون واضحة، وهي أن الدكتورة وفاء تطالب أمريكا بإرسال قنابل نووية إلى مكة. لا أبداً. لا أبداً، لكنني لا أستبعد، أنا لا أطالب. الألم النفسي الذي عشته على سوريا لا أريد أن أعيشه مرة أخرى. نعم، أنا أمزح فقط. نعم، يجب طبعاً. أن أكون صادقة وصريحة. لا أستبعد إطلاقاً أن يضطر الغرب، وخصوصاً وضع أوروبا الآن ينذر بهذا الاحتمال. لا أستبعد إطلاقاً، لا أطالب، ولكنني لا أستبعد. أنا أشرح واقعاً، أنا إنسانة واقعية. أنا لا يعني أنني أطالب بهذا الواقع أو أتمنى هذا الواقع، ولكنني أشرح احتمالاً. لا أستبعد إطلاقاً أن يضطر الغرب إلى دك الدول الإسلامية كما دكت أمريكا اليابان. شكراً دكتورة وفاء. ننتقل إلى الأستاذ حامد عبد الصمد. لك مقارنات كثيرة للإسلام تقارنه بالفاشية. هذه المقارنة قد تجعل الإنسان يتساءل: تعامل العالم مع الفاشية واستطاع تحويل شعوب بأكملها من إيديولوجية فاسدة إلى ديمقراطية، إلى حريات فردية، احترام حقوق الإنسان. لماذا لا يتحقق نفس الأمر مع الإسلام وأنت صاحب المقارنة؟ نعم. حين أجريت هذه المقارنة بين الإسلام والفاشية كنت طبعا أعتمد على مقارنة الأيديولوجية في المقام الأول، ثم مقارنة الأهداف والبنية التحتية. بالنسبة للأيديولوجية، عندنا الأيديولوجية اللي هي بتؤمن مش السمو العرقي موجود في الفاشية، والسمو الديني، خير أمة أخرجت للناس، وإن يعني نحن فوق البشرية أخلاقيا ودينيا واصطفينا. فكرة الاصطفاء هي فكرة فاشية بالدرجة الأولى. ثم فكرة يعني نزع الإنانية عن خصمك، أنك لا تعتبره خصم أو خصم يعني ند ليك، لا، أنت تعتبره ما دون البشر، تعتبره حشرة. هذه النقطة ستجدها في الفاشية وستجدها في الإسلام. وأنا أقول بكل وضوح في الإسلام، ليس فقط في الإسلام السياسي. الإسلام ينظر إلى غير المسلم على أنه دون البشر. الفكرة المهمة في المقارنة بين الفاشية والإسلام هي فكرة الحرب كواجب مقدس، أن الإنسان لا يحارب كي يعيش، بل يعيش كي يحارب. فهذه فكرة في صميم فكرة الجهاد وفي صميم فكرة الكفاح.
عند الفاشيين. طبعا زرع الكراهية، فكرة القائد المخلص الذي يعني لديه الأسرار، ويعني فكرة النبوة موجودة في الفاشية أيضا، وفكرة الجنة والنار حتى يعني. إذن على مستويات كثيرة الفاشية والإسلام متشابهين جدا. لكن ما حدث في أوروبا كان إن مش بس العالم كله يعني تعاون وتكتل كي يقاتل الفاشية، ولكن الدول التي كانت فاشية نفسها اعترفت بهزيمتها واعترفت بخطأ أيديولوجيتها. حدثت حملات تطهير في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، تم إصلاح المناهج، تم رفض الفكر العنصري تماما. لكن احنا في الإسلام طبعا ما فيش حد قدر انه هو يتعرض للأيديولوجية نفسها، للفكر في حد ذاته. يقولون دائما النظرية صح لكن التطبيق خطأ. ولو كان الفاشيون أو الدول اللي كانت فاشية قالت نفس الشيء كان لن يكون هناك إصلاح. إذن هي فكرة أنك ترفض الخطأ، وهذه النقطة هي من أهم النقاط التي يعني تعيق في إصلاح الإسلام، إن هو أصلح إيه بالضبط، وبعدين ما هو الخلل الذي أنت تعترف به كي نصلحه. ما حدش بيعترف بأي خلل، كل حد بيتكلم عن سوء فهم، أو حتى مش بس سوء فهم، سوء تسويق، سوء تغليف للمنتج الإسلامي. لا، المنتج في حد ذاته كما تفضلت الدكتورة وفاء اللحم فاسد، فخلاص صلاحيته انتهت. انت تيجي وتغلفه في اطار جديد او في غلاف جديد تضع عليه تاريخ انتهاء صلاحيه جديد، كل هذا لن يؤدي الى الاصلاح، ولكنه يعني قد يرضي من يحلمون بالاصلاح. وهنا ناتي لفكره الغرب، وهي فكره مهمه جدا ما ذكرته الدكتوره وفاء، حكايه ان الغرب يصلح الإسلام أو يضغط على الدول الإسلامية حتى يحدث إصلاح. في الوقت الحالي لن يحدث. هناك تشابكات أو هناك تشابك للمصالح. لما نعرف أن دولة مثل ألمانيا وحتى أمريكا العلاقات العسكرية والسياسية مع السعودية ودول الخليج وارتباطهم مليارات من البزنس، ففي النهاية بيبحثوا عن المصالح في نهاية المطاف. ولكن لو أيقن الغرب وخاصة أوروبا الخطر المحدق بهم، خاصة إن هم بدأوا، لو بس شفنا الأعمال الإرهابية اللي حصلت في الأسابيع الأخيرة فقط، شيء مفجع، شيء يعني بعد جديد تماما للعنف بيحصل. المجتمعات تغلي، اليمين المتطرف في صعود دائم بسبب توحش هذا الكائن الإرهابي الذي يعيش في الأرض فسادا. والمجتمعات الأوروبية كانت تظن أنه لما تستضيف الإسلاميين أو تتركهم يبنوا مساجد أو تترك الوهابيين والإخوان يبنوا مساجد، أنه حيحصل نوع من الهدنة، ويعني هذا يساعد في تحسين العلاقات. ولكن العكس تماما هو الذي حدث. ونعود مرة أخرى لفكرة الأفعى الذي احتضن أفعى في حالة برد وآواها وقدم لها الدفء والغذاء. في النهاية الأفعى أفعى، وهي مجبولة على اللدغ. وهذا هو ما حدث للأوروبيين من الإسلام والإسلام السياسي. لدغوا لأنهم اصطلحوا على الديمقراطية والحرية، ولم يعلموا أنهم حين فتحوا أبوابهم لبعض المهاجرين الإسلاميين أن هؤلاء لا يعترفون بكل هذه القوانين والكومن سنس التي خلقت هذه الديمقراطية. فالغرب الآن في ورطة شديدة جدا اقتصاديا، مرتبط بدول مثل تركيا وحتى إيران والسعودية والدول الإسلامية، سوق كبير لمنتجاتهم. في الوقت نفسه ما عندهمش الآليات الديمقراطية اللي تساعدهم إن هم يواجهوا هذا الكائن، فيحلموا بالإصلاح.
تراهم لا يحبوا، يعني دائما حتلاقيهم يتهموني انا ودكتوره وفاء ورشيد ان احنا الغرب هو اللي بيمولنا. بالعكس، ده احنا المنصات اللي بيسمح لنا فيها ان احنا نتكلم في الغرب محدوده جدا، والغالبيه العظمى من المنصات مفتوحه للذين يؤمنون بالاصلاح، ومفتوحه حتى للاسلاميين نفسهم، من امثال طارق رمضان، حفيد حسن البنا، وغيرهم من قادة المنظمات الإسلامية اللي هم إسلاميين، اللي هم يعني متعصبين، بيفتحوا لهم الأبواب لأن هم يحلموا بالإصلاح. فلما يجي حد زينا ويواجههم بالحقيقة المرة، ويوجههم إن هذا مجرد حلم ولن يحدث على أرض الواقع، هم بيمتعصوا، لأن هم يعني يا أخي اديني حقنة أمل، اديني شوية أمل. فاحنا ما بنبيعش اوهام، احنا بنقول اللي احنا شايفينه، الواقع اللي احنا شايفينه، بنحذر من خطوره قادمه. وكل ما حذرت منه في كل كتبي، من بدايه من سقوط العالم الاسلامي لحد الفاشيه الاسلاميه، كله تجسد على ارض الواقع في العالم الاسلامي، وتجسد على ارض الواقع في اوروبا. ومع ذلك حاله من الانكار من الطرفين، مش عايزين يعترفوا ان اصل المرض في مكان آخر، وأنهم يعني تقاعسوا كثيرا، وأنهم عليهم أن يفتحوا أعينهم. ولكن الأسهل طبعا أنهم يتمادوا في هذا الحلم أن الإصلاح قادم، وكلما أتت امرأة تلبس الحجاب وتلعب كرة القدم أو الكرة الطائرة يبقى كده الإسلام في طريقه للإصلاح. كل هذه الخدع البصرية التي تحدث. كان كمان الدكتور الرائع برضو سيد القمني كان قال يا غرب فوق، يعني تصرفوا في كارثه بتحصل وانتوا يعني هتصيبكم هذه الكارثه. بنقول هذا من يعني رؤيتنا للواقع، ولكن السياسيين الغربيين لا يتحركون إلا إذا حدثت فاجعة كبرى. هم لحد الآن العمليات الإرهابية ما زالت يعني في إطار ضيق ولسه يعني، لكن أنا أخشى أن الكارثة ستكون على المسلمين المقيمين في الغرب، مش على المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية. أصلا خربت، ويعني بتخرب نفسها بنفسها، مش محتاجة الغرب يدكها بقنابل نووية. الخوف على المسلمين العايشين في الغرب، وكثيرين منهم ناس محترمين جدا ومجتهدين، ولكنهم يغلقون أفواههم، لا يتكلمون، لا يجابهون هذه الحركات الإسلاموية والإسلام السياسي، ويتركوهم يتحدثون باسم الإسلام. فسيأتي يوم مع أول هزة اقتصادية ستتغير الخريطة السياسية، وستأتي أحزاب أخرى للحكم في أوروبا، وسيكون المسلمون أول من يدفعون الثمن على سكوتهم كل هذه الفترة. عندهم فرصة ذهبية، عايشين في الغرب بلا حروب، في رفاهية، تعليم حر، تفكير حر، حرية بحث، ولا يستغلون هذه الفرصة لتقديم ثيولوجيا جديدة وأفكار جديدة وإصلاح هذا الفكر وتقديم أئمة متنورين. بالعكس، المسلمين في الغرب تجدهم اليوم أكثر تعصبا من اللي عايشين. يعني إحنا ممكن لو حد في سوريا أو في المغرب أو الأردن أو في مصر قال داعش لا علاقة لها بالإسلام، على الأقل من المثقفين سيضحكون عليه، يعني حيقولوا له أنت مش عايش في الدنيا ولا إيه يعني. ولكن في الغرب، المسلمين في الغرب والمثقفون في الغرب دائما لا، داعش لا علاقة لها بالإسلام، الإسلام هو دين الرحمة، الإسلام هو دين السلام. يعني أنا شخصيا يعني حتى لو كان هو فعلا كده، حأطالب منظمة الألقاب إنها تنزع منهم هذين اللقبين. يعني المفروض ينزعنا لقب دين الرحمة ودين السلام، وينزعوا مننا لقب خير أمة أخرجت للناس. هي الألقاب كده بتلصق بدون حقائق على أرض الواقع. كيف نثبت للعالم أن الإسلام دين سلام ودين رحمة؟ نحن نرى ما يحدث الآن. فهم الإصلاحيين اللي في الغرب فهموا
الفولة زي ما بنقول في مصر. فهموا يعني بيتعاملوا مع الغرب مع النظرية المصرية بتاعت ريح الزبون. الزبون عايز إصلاح، من عناية الاثنين يا باشا، نجيب لك إصلاح وعندنا كل الألوان. تفضل حضرتك بس تشرب الشاي بتاعك وهجيب لك كل الألوان بتاعك. عايز إصلاح بالفستقي ولا إصلاح بلون بملمس الحرير، بيبيع له فكرة الإصلاح. فالإصلاح أصبح تجارة مربحة عند ناس كتير، إن هو يقول لهم أنا مصلح إسلامي، طب تعالى بقى، ويجيبوه ندوات ويعملوه مستشار. ما هم في حالة يأس، المركب بتغرق، مش عارفين، مش لاقيين حل. فيجي واحد يقول لهم أنا هأصلح الإسلام، ولا بد من إصلاح الإسلام، ده أنت حبيبنا تعال. واللي ينتقد بقى ويقول على فكرة أنتوا بتحلموا، على فكرة أنتوا بتضيعوا وقتكم ويعني مصادركم المادية في مشاريع لن تجدي شيء، وفروا كل هذا الشيء. لا، يقول لك لا، ده أنت بتصيبنا بالإحباط، وأنت بتصيبنا بخيبة الأمل. لا، إحنا طبعا عايزين حد يبيع لهم الوهم. وهذه ظاهرة بشرية، يعني الانسلاخ من الجهل صعب، لأن الجهل أحيانا أو الإنكار مريح جدا، أن الإنسان يدس رأسه في الرمل ويعتقد أنه مش شايف شيء، مش شايف خطر، خلاص رأسه في الرمل. لما حد يجي يطلع رأسه من الرمل ويوريها الضوء هيبقى عدوه. والقصة بتاعت أفلاطون والكهف بتاعه هي أصدق دليل، أن حد عايش في الظلام طول الوقت، لو حد طلعه من هذا الكهف ليرى النور في أول مرة، ردة الفعل الطبيعية إنه سينبهر بالضوء، لن يستفيد من الضوء في البداية، سينبهر به، يمكن يصاب عمى، ويمكن يقتل اللي خرجه من الكهف. وهذا ما يحدث مع الإصلاحيين الحقيقيين، الناس اللي هم مثل فرج فودة، الناس اللي هم مثل نصر حامد أبو زيد. شفنا عملوا معهم، حاولوا إخراج هذا الفكر المتأخر من الكهف، لكن حين اصطدم هذا الفكر وأصحابه بالنور انبهروا وظنوا أن فرج فودة ونصر حامد أبو زيد ومحمود محمد طه هم أعداء الحياة، لأنهم خرجوهم من المكان المألوف. والإسلام ولد في كهف في غار حراء، وما زال في هذا الكهف، وكل من يحاول إخراج المسلمين من هذا الكهف ينال نفس المصير. فلذلك أنا مش فاهم يعني شكرا. مين حيصلح وبأي آلية، ومن سيستمع إليه، وإيه الشرعية اللي ممكن ستضفى على هذا الشخص المصلح في مجتمع بيكفر أي حد. فأي مصلح سهل جدا تكفيره، سهل جدا يقول ده شيعي، سهل جدا يقول ده رويبضة، سهل جدا يقول ده عامل للغرب. شكرا عزيزي حامد. انتقل للأخ رشيد. تكلمت عن التجربة المسيحية الإصلاحية. طبعا ليست هناك فقط هذه المحاولة أو محاولة ربط أو الاستفادة من التجربة المسيحية في الإصلاح الإسلامي. هناك مبادرات أخرى، هناك أفكار أخرى. لعل أشهر هذه الأفكار أو هذه المبادرات هي المتعلقة بمقاصد الشريعة. فنسمع عن مقاصد الشريعة كثيرا، وكأنها هي الجوكر، هي البطاقة الرابحة لمن يطالب بالإصلاح، لأنها لها بعض القاعدة ولو سطحية إسلامية، لكن تعتبر إصلاح من الداخل. فأنت لا تصلح من الخارج، تصلح من الداخل. ما هو رأيك في هذا طرح مقاصد الشريعة بعيدا عن التجربة المسيحية الإصلاحية؟ لا بد أن نربط فكرة الإصلاح، كل ما نقوم به الآن، حتى الديمقراطية. حينما نتحدث عن ديمقراطية فأكيد نبني على تجارب أخرى. فكرة الإصلاح مبنية بالضرورة على فكرة الإصلاح المسيحية، لأنه هي تجربة ناجحة ونجحت وغيرت مسار التاريخ على الأقل في أوروبا، بل كانت هي السبب أصلاً في ما ولد في أمريكا من الدولة الحديثة، وحتى صياغة الدستور الأمريكي ممكن أربطها بطريقة غير مباشرة بفكرة الإصلاح. فلها انعكاسات كثيرة، فالربط بينها وبين المسيحية وارد جدا. لكن فكرة مقاصد الشريعة، دعني في الأول أقول أنه
حتى مقاصد الشريعة هي دخيلة، فكرة دخيلة على الإسلام وليست وليدة الإسلام، لأنه بنيت على الفكرة المسيحية، على اللاهوت المسيحي. لماذا؟ لأن اللاهوت المسيحي لا يعتمد على حرفية النص، بل على روح النص، على ما تهدف إليه مثلا الوصايا العشر التي ذكرتها الدكتورة وفاء. حتى لما يقولون الكليات الست أو حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، وكل هذه هي من الوصايا العشر. فهم يتحدثون ليس هناك في الإسلام مقاصد الشريعة، هناك حرفية النص، لا اجتهاد مع النص. لا يوجد حديث يتحدث عن مقاصد الشريعة، ولا يوجد نص قرآني يتحدث عن مقاصد الشريعة، بل تعطيل أحد هذه الحدود قد يعتبر كفر معلوم من الدين بالضرورة. تعطيل حد السارق وأن الغرض هو فقط لحد من السرقة، لم يقل بهذا أي واحد من المذاهب، فهذه مجرد دخيلة على الفكر الإسلامي. لكن دعني أتطرق إلى بعجالة إلى بعض ما تطرقت له الدكتورة وفاء وتطرق له الأستاذ حامد. أولا لازم يكون عندنا تشخيص صحيح حتى نمر إلى الإصلاح. لحد الآن ليس هناك تشخيص صحيح، وأتحدث عن الذين يريدون الإصلاح من داخل الإسلام. ليس لديهم تشخيص صحيح، فهم أولا خجلون أن يقولوا أن المشكلة في الإسلام، ويقولون كما قلت سابقا إصلاح الخطاب الديني، إصلاح التراث الإسلامي. ليس لديهم الصراحة والشجاعة لقول إصلاح الدين. لماذا؟ لأن هذا سيجعلهم في صدام مع المجتمع، مع القاعدة الشعبية، فهم يتحايلون. وطالما ليس هناك أي تشخيص صحيح فأكيد العلاج حيكون غلط. أي تشخيص غلط يؤدي إلى علاج خطأ. أول شيء. ثاني شيء الاعتراف. حتى لما يكون تشخيص لازم نعترف. المريض الذي ينكر شخص له الطبيب ومع ذلك هو ينكر، اسأل المسلمين اليوم المشكلة في من؟ سيقولون المشكلة في المسلمين وليست في الإسلام. كما قال الأستاذ حامد المشكلة في التطبيق وليس في النظرية. 1400 سنة وهم يقولون المشكلة في التطبيق وليس في النظرية. لا توجد نظرية تستمر 1400 سنة ونحن نقول دائما أخطأنا في التطبيق. وحتى الذين يدعون الإصلاح يقولون هي كانت في 23 سنة عهد النبي وبعد ذلك فسدت. وحتى لو رجعنا إلى عهد النبي سنجد مشاكل. إذن هذه المشكلة الرئيسية. المشاكل الأخرى، من هم المصلحون اليوم؟ عد للمصلحين. من سيقود الإصلاح؟ مارتن لوثر في المسيحية كانت له شعبية كاسحة لأن مشكلته كانت مع السلطة الدينية فقط، لكن هو كان له سند شعبي. هل نتحدث عن إسلام البحيري؟ كم عدد أتباع إسلام البحيري في العالم الإسلامي؟ قارنهم بأتباع العريفي مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمليونات، 20 مليون أو مش عارف. لكن قارن بأتباع ببعض الآلاف، بل يتم تكفيرهم من أكثر الناس. وأتباع إسلام البحيري وغيره، حتى سيد القمني، وحتى حط معاهم عدنان إبراهيم، وحط معاهم إياد جمال الدين، وحط معاهم حسن فرحان المالكي، وحط معاهم أي شخص، حتى زعيم القرآنيين دكتور أحمد صبحي منصور، وحط أي واحد من هؤلاء ستجد، وحتى محمد شحرور، ستجد أنهم كفروا من طرف طبقات كثيرة من المجتمع. الغالبية العظمى ستتبع السلفي وتترك هؤلاء الذين يدعون الإصلاح. ليس لديهم قاعدة شعبية، وأغلب المشجعين لهم هم مثلنا الذين تركوا الإسلام أو ملحدون أو لا دينيون أو علمانيون. ليس لديهم قاعدة شعبية وسط الإسلامي، ولذلك لن ينجحوا، لأنهم النص لا يساعدهم، والتاريخ الإسلامي لا يساعدهم، والتراث الإسلامي بحديثه وسيرته لا يساعدهم. عليهم اختراع سيرة جديدة إن أرادوا الإصلاح، وعليهم اختراع أحاديث جديدة، وعليهم اختراع تفاسير جديدة للقرآن إن أرادوا الإصلاح، وكل هذا مستحيل.
السلفي دائما سيربح ضد المصلح. مارتن لوثر أيضا كانت لديه خطة متكاملة للإصلاح، كان لديه 95 قضية أو التيسز اللي هي المشهورة، وكان لديه مبادئ للإصلاح. أنا حاولت أحاور أو أقرأ لكل من يدعون الإصلاح اليوم، ليس لديهم ولا واحد فيهم لديه خطة كاملة، ولا واحد فيهم. ليس هناك وضوح. نصلح ماذا؟ هل نصلح الحديث؟ أم نصلح فكرة الخلافة؟ أم نصلح فكرة تطبيق الشريعة؟ أم نصلح ماذا بالضبط؟ لا يعرفون، تائهون، كل واحد يأتيني بفكرة. القرآنيون يقولون نطبق القرآن فقط، لكن اخترعوا دين جديد. وعدنان إبراهيم مثلا انتقائي بشكل غير علمي، يأخذ بعض الأحاديث ويترك البعض، رغم أن هذه ضعيفة وتلك صحيحة، دون أي أدنى ضابط. ليس هناك ضوابط. مارتن لوثر حط القضايا 95 قضية، وحط المبادئ اللي هي ممكن نلخصها: سولا سكريبتورا الكتاب وحده، سولا فايدا الإيمان وحده، سولا جراتيا اللي هي النعمة وحدها، والمسيح وحده، هي 5، والمجد لله وحده. فإذا هي خمس مبادئ، لا لرجال الدين، بالإيمان وحده ليس بإعطاء الأموال لشراء صكوك الغفران، وبالمسيح وحده ليس بواسطة أي شخص من رجال الدين. وهكذا كان لديه خطة متكاملة عرضها على الناس وتبعه الكثيرون، ولم يكن وحده. مشكلة الإصلاحيين اليوم أنهم يغردون كل واحد لوحده. لكن مثلا مارتن لوثر كان وراه زوينغلي، وكان وراه الذين قادوا جون كالفن، وكان وراه، استمر الإصلاح لمدة قرن تقريبا. يعني هناك ناس كثيرون مجندون لفكرة الإصلاح، فكرة واضحة، لها أناس واضحون، وليس شخص واحد يغرد خارج السرب. فإذا فكرة الإصلاح، سواء الفكرة أصليا أو بالنظر إلى المصلحين، هي تقريبا شبه مستحيلة. أنا أتمنى مثل الدكتورة وفاء ومثل الأستاذ حامد، أتمنى أن يحصل الإصلاح. شخصيا أعتقد أنه حاجة وحيدة ممكن أن تحصل في الإسلام، ويمكن لو عندنا في الفترة الأخيرة اقتراح للحلول ممكن أقترح بالتفصيل، لكن ممكن أقولها مجملة الآن، وهي فكرة التعطيل وليس فكرة الإصلاح. الإسلام سيتم تعطيل معظمه غصبا، بمعنى أنه سيبقى الإسلام الطقسي: صلي وصم وروح للحج واعمل بعض الطقوس، العيد، عيد الأضحى، مثل ما يحصل الآن في الكثير من البلدان. ستعطل الشريعة غصبا عنهم، وستعطل فكرة الخلافة غصبا عنهم، وستعطل فكرة الإسلام دين ودولة غصبا عنهم، وسيعيشون الإسلام الطقسي. وهذا ما سيحصل. يعني سيكون مجبر أخاك لبطل. ينبغي أن يؤصلوا لها الآن، أحسن يتبنوها هم من أن تفرض عليهم من خلال الظروف. أغلبية البلدان الإسلامية الآن لا تطبق الشريعة. لماذا؟ هم مجبرون، وليس اختيار عن وعي وعن تنظير وعن كتابة، اختيار واعي. هم مجبرون. لكن لو سألتهم هل تريد تطبيق الشريعة، الأغلبية الساحقة ستقول نعم. إذا نحن أمام إشكالية كبيرة جدا، أن الإصلاح مستحيل أن يحصل دون قاعدة شعبية واسعة. شكرا عزيزي رشيد. دكتورة وفاء سلطان، أنت تعيشين في الغرب، تعلمين يقينا صعوبة انتقاد الإسلام. غالبا الشخص الذي ينتقد الإسلام يعطوه أسماء: عنصري، معادي للإسلام، يدعو للكراهية ضد المسلمين. هل من يطالب بإصلاح الإسلام اليوم في الغرب حاله أفضل من حال من ينتقد الإسلام صراحة، أم كلاهما سيان؟ يعني قال الأستاذ حامد عبد الصمد أنهم ربما أحسن حالا، لكن أنا أفكر في شخص مثل ماجد نواس
الذي يعتبر كذلك مصلح، لكن هو بين المطرقة والسندان، مطرقة المسلمين الذين يعتبرونه مارقا من الملة وأنه يريد تدمير الإسلام من الداخل، وسندان الغرب الذي لا يعطيه فرصة للكلام، لا يعطيه فرصة ليتكلم عن أفكاره بكل حرية وكل صراحة. يعني كيف تنظرين الأمر دكتور؟ الخطر الإسلامي في أوروبا، يجب أن أشير إلى عامل لا يقل خطورة عن الإسلام إطلاقاً، بالعكس تماماً، هذا العامل يساعد الإسلام على الاستفحال، ألا وهو الليبرالية الأوروبية. لا يمكن إطلاقاً أن تقنع ليبرالياً أمريكياً أو أوروبياً بأن المسيحية تختلف عن الإسلام، وبأن اليهودية تختلف عن الإسلام، وبأنه كان من الممكن إصلاح المسيحية ولكن ليس من الممكن إصلاح الإسلام، هناك اختلافات. لا يمكن أن تقنع الليبرالي الغربي بهذه الخلافات بين الأديان. هذا العامل يجعله مستحيلاً أن يسمح لنا هنا بالحرية. نحن نعاني في أوروبا، نحن أمثال الأخ حامد والأخ رشيد وأنا نعاني في أمريكا وأوروبا أكثر مما يعاني من يحاول إصلاح أو من يعترف بأن الإسلام يجب إصلاحه. نحن نعاني أكثر من هؤلاء الذين يعيشون في البلدان العربية. انطلاقاً من هذه النقطة بالذات، مؤخراً ألقيت محاضرة وأشرت فيها إلى أن لدي بعض التفاؤل عندما يتعلق الأمر بتحسين الوضع في البلدان العربية والإسلامية أكبر بكثير من التفاؤل الذي أملكه حلال الوضع في أوروبا. صدقني، رغم سوداوية الصورة في العالم العربي، أنا يومياً أتفاعل مع ملايين القراء على صفحات الميديا الاجتماعية. الخوف، الأخ رشيد أشار أنه لا يوجد على الإطلاق قاعدة شعبية، وإلى حد ما أنا لا أتفق معه بخصوص تلك النقطة، فأنا يومياً أتفاعل مع الآلاف، مع الملايين. لقد سمعت أن أكبر نسبة ملحدين في العالم، وصعقتني النسبة وصعقني المكان، موجودة في العراق، صدق أو لا تصدق، وتاني أكبر نسبة موجودة في مصر، وقد يتفق الأخ حامد معي. إذن هناك بعض الأمل، هناك بعض القاعدة الشعبية لإجراء تغيير في العالم العربي، لأن الناس شبعت قهراً، الناس شبعت ألماً، لأن وصلوا إلى القاع كما يقال على صفحات الفيسبوك. لقد ازدحم القاع، لقد وصلوا إلى نقطة لا يمكن السقوط بعدها، لا يمكن أبداً. وصلوا إلى الحضيض، وصلوا إلى نقطة لا بد من التفكير بالنظر إلى الأعلى. بهذا الخصوص أنا أتفائل بإصلاح الوضع في أي بلد عربي أكثر مما أتفائل بخصوص المستقبل في أوروبا. قارن الأخ حامد بين الفاشية والنازية من طرف والإسلام من طرف آخر، وتحدث عن كثير من أوجه التشابه، لكن هناك نقطة أود أن أثيرها، وهو أن هذه المقارنة قد تعطي تفاؤلاً كاذباً بأننا نستطيع أن نقضي على الإسلام كما قضينا على النازية والفاشية، لكن هناك خلاف جوهري بين النازية والفاشية من طرف وبين الإسلام من طرف آخر. ولقد أثرت هذه النقطة في أثناء المحاكمة القضائية للسيد عضو البرلمان الهولندي خير ويلدرز. سألني القاضي، قال لي السيد ويلدرز قارن القرآن بكتاب هتلر،
ماذا تقولين بهذا الخصوص؟ هل هذا مقبولا؟ صدق أو لا تصدق. قلت لا، ليس مقبولا. وهنا محامي السيد ويلدرز استغرب، فكان يتوقع أن أقف إلى جانب السيد ويلدرز، فقال كيف؟ ليس مقبولا، لأن القرآن أسوأ بكثير من كتاب هتلر، وليس من العدل بمكان أن تقارن بين الكتابين. وأنا سأقول لك لماذا. كتاب هتلر كتاب سياسي، لم يدعي هتلر أنه نزل إليه حرفيا من الله وأن النص مقدس ولا يمكن أن تغير حرفا. كتاب سياسي قابل للطعن، قابل للتغيير. هنا تكمن خطورة الإسلام. ولذلك صح، هناك الكثير من أوجه التشابه بين الفاشية والنازية من طرف والإسلام من طرف آخر، ولكن وجود هذا الفرق بين الطرفين يجعل من المستحيل أن تصلح الإسلام كما تجاوزت البشرية النازية والفاشية من طرف آخر. أعجبتني نقطة أثارها الأخ رشيد، وهي نقطة التعطيل، وهي نقطة جديدة كل الجد علي، وسأسرقها منه في محاضراتي المقبلة. نقطة التعطيل، القضاء المبرم على الإسلام السياسي. علما دعوني تجاوزا أقول الإسلام السياسي، لأنني لا أؤمن بأن هناك إسلام عسكري، إسلام سياسي، إسلام وهابي. بعتقد أن كل هالمصطلحات أوجدتها الليبرالية الأوروبية للتخفيف من حدة الطعن بالإسلام. ولكن أعود إلى نقطة الأخ رشيد، وأصر أنني سأسرقها منه وأتطرق إليها في محاضراتي المقبلة، وهي نقطة التعطيل. ولكن هذه النقطة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قبضة من حديد، قبضة سياسية. هذه القبضة لا نعرف من أين ستأتي. هل يجب أن تأتي من الغرب أم يجب أن تأتي من الحكام في البلدان الإسلامية نفسها؟ تعطيل الجزء الإرهابي، الجزء الذي يتعلق بالشريعة التي لا تتعلق بالإنسانية من أي طرف من أطرافها، والسماح للجانب الطقسي كالصوم والصلاة والحاج إلى آخره. طبعا نقطة في غاية الأهمية، ولا أعرف إن كنا نستطيع أن نستخدم هذا التعطيل تحت غطاء الإصلاح لكي نجد لنا مخرجاً على الأقل أمام الغربيين الذين لا يقبلون إطلاقاً أن نسود الصورة بكاملها ونقول لهم لا يوجد مخرج. أعتقد أنها نقطة ومصطلح لا أعرف كيف سأترجمه إلى اللغة الإنجليزية. التعطيل، القضاء على الجزء الإرهابي، مثل أنه أنت عندك جهاز يشتغل وعندك مروحة فيه إلى صوت مزعج، بإمكانك أن تقوم بتعطيل المروحة. نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة. طبعا نحن الذين نحاول أن نقنع الغربيين بضرورة الضغط على الحكومات الإسلامية نعاني معاناة كبيرة. مرة تطرقت إلى مواقف كثيرة في أمريكا. مرة أحد الأمريكان وقف في القاعة من بين الجمهور وقال: أنت خطابك مملوء بالكراهية وعلينا أن نسكتك، عليك أن تصمتي. فكان ردي: عليك أن تسافر إلى السعودية وتعيش هناك، لأنك ستجد هناك قاعدة شعبية تسمح لك بأن تصمتني، تسمح لك. أما في أمريكا لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يقضي على صوت وفاء سلطان. أعود إلى نقطة الأخ هشام وأصر وأؤكد أن الصعوبات التي نواجهها هنا أكبر بكثير مما يظن قراءنا والمشاهدين في العالم الإسلامي. أعتقد، وقلتها في آخر محاضرة لي، أن الإسلام سيبدأ بالتراجع من العالم العربي. هناك ظروف تساعد الناس
على تسهيل انسحاب الإسلام. لقد شبعوا دماء. وجود داعش أنا بعتبره قضية سماوية جاءت إلى البشرية لإنقاذها من الإسلام. العالم العربي يغلي الآن. الخوف هو أكثر العواطف السلبية تدميراً للإنسان. ارفع حد السيف عن رقاب الإسلام، عن رقاب المسلمين في العالم الإسلامي، وعندها ستعرف إذا كان هناك قاعدة شعبية للمصلحين أو المتحدثين من أمثالنا أم لا. طالما السيف مرفوعاً لا أحد يتجرأ. أنا مرة قريبة إلي جاءت تزورني من سوريا، كنا نجلس في غرفة العائلة في البيت بالفاميلي روم، كنا قاعدين طرحت عليها سؤالا أنا وهي موجودين بالغرفة لوحد، قالت لي أرجوكي للحيطان آذان. تصور تركت بلادها من القطب إلى القطب، هي موجودة معي وتثق بي ثقة عمياء، ونحن في غرفة واحدة وهي تخاف أن تعبر عن رأيها. هذه السيدة أنا متأكدة وعلى ثقة تامة إذا سألوها هل تؤمنين بتطبيق الشريعة الإسلامية ستقول نعم، ولكن أعطها الأمان، أضمن لها أن حياتها ليست في خطر، وسنرى عندها إن كانت تؤمن بتطبيق الشريعة الإسلامية أم لا. لقد كنت أول من وقف على شاشة تلفزيون ناشونال تي في وصرح بأن الخلل في الإسلام وليس في المسلمين. ملايين الناس وقفوا ضدي، ليس لأنهم لا يقتنعون بما قلت، ولكن من منطلق خوفهم علي، من منطلق خوفهم علي. وأول الناس عائلتي. لماذا تخاطرين بحياتك؟ ماذا ستغيرين؟ ماذا ستغيرين؟ بعض الناس كانوا ينقدوني لأنني أكرر قصة اغتصاب محمد لآمنة بعد أن قتل والدها وأخاها وزوجها ونام معها في نفس الليلة صفية. بعض الناس كانوا يقولون وفاء سلطان ما عندها إلا هالقصة، في الليل والنهار تروي هذه القصة. تفاجأت البارحة أصغي إلى شيخ شيعي ينتقد تلك القصة ويرويها بنفس الطريقة، مستخدما نفس اللغة التي تعودت أن أستخدمها عندما أروي قصة نكاح محمد لآمنة. صحيح. الكلمة كنقطة الماء الواهنة، إذا استمرت، إذا عندك نقطة مي عم تنقط فوق صخرة، مع الزمن سترى شقا في تلك الصخرة الصلدة. الكلمة إذا استمرت لا بد أن تحفر شقا في صحراء العقل العربي والإسلامي. نحن ملزمون أمام ضمائرنا وأمام الإله الذي نؤمن به أن نستمر غير عابئين بالخطورة التي تهدد حياتنا. وصدق أو لا تصدق، أعود وأكرر، هذه الخطورة أعلى بكثير من خطورتها في أي بلد إسلامي. نحن ملزمون أمام ضمائرنا وأمام الإله الذي نؤمن به أن نستمر. لدينا رسالة واضحة، يجب أن لا نكل ولا نمل حتى تحفر كلماتنا في صحراء عقل المسلم شقا، وأن غدا لناظره قريب. وأنا متفائلة رغم سوداوية الصورة، أنا متفائلة أن هناك حلا يلوح في الأفق. قد لا نعيش حتى نرى ذلك الحل واقعا، ولكن ليس لدي أي شك أن الأجيال القادمة ستتذكر وبكثير من الافتخار وبكثير من الحب السيد حامد عبد الصمد والأخ رشيد ووفاء سلطان والكثيرين من أمثالنا.
يجب أن نترك نقطة أمل على الأقل للمشاهدين الكرام وللذين يتابعوننا. هناك أمل، هناك أمل، ليس سهلا الوصول أو تحقيق هذا الأمل، ولكنه موجود. وهذا هو السبب الذي يجبر الأخ رشيد والسيد حامد وأنا على الاستمرار رغم الخطورة حول حياتنا. هناك أمل، وسنصل عاجلا أو آجلا إلى تحقيق هذا الحلم. شكرا دكتورة وفاء. في سياق الأمل وسياق الحلول للإسلام، ذكر الأخ رشيد في نظريته الرائعة نظرية التعطيل، ربما نسميها crippling theory، أننا نعمل crippling للإسلام. قد يعيب الناس فعلا، قد يعيب الناس على كل من يقول بعدم إمكانية الإصلاح أنك لا تقدم حلول. أنت مثل المعارضة الفاشلة، أنت تعارض من أجل المعارضة فقط. أين الحلول؟ كيف نجعل من الإسلام دينا يصلح للتعايش في القرن 21؟ أستاذ حامد، يعني بغض النظر عن نظرية التعطيل، ماذا تقول في الحلول مثل التعامل مع الإسلام المكي فقط، وأن نتجاهل الإسلام المدني الذي كانت له ظروف خاصة به؟ هل هناك يعني حلول أخرى؟ نقدم حلول بدل فقط الكلام عن المشاكل وعدم إمكانية الإصلاح. طول ما إحنا بنخش ملعب الإسلام مش هنكسب. يعني تخش للإسلام المكي، تخش للإسلام الدمشقي، تخش للإسلام البغدادي، مش هنخلص. لا يمكن أن نصلح الإسلام من داخله. هذه كل المحاولات التي اعتمدت على إصلاح الإسلام من داخل الإسلام نفسه باءت بالفشل، وتحولت حتى الحركات اللي بدأت مثل محمد عبده والأفغاني تحولت وأصبحت حركات سلفية فيما بعد، وطلع منها الإخوان وطلع منها الجماعات الإسلامية. الإسلام مبرمج بطريقة إنك لو عملت يعني لو خليت أي جزء منه أكتف بيفعل الأجزاء التانية. لذلك أنا عجباني فكرة رشيد جدا اللي هي بتاعت التعطيل، وده اللي أنا قصدته بتخدير الوحش. تخدير الوحش، لا يمكن أن أنت تصلح أي شيء في هذا الوحش، إنما أن أنت تعيق حركته، أنه تقلل من الخسائر التي يسببها. لا أعتقد بالمرة أننا يمكن أن نصلح الإسلام عن طريق استخدام جزء من القرآن والتغاضي عن جزء آخر، أو استخدام جزء من الأحاديث والتغاضي عن جزء آخر، أو تعطيل الأحاديث واستخدام القرآن فقط. كل هذه المدارس تدور حول نفسها في نفس الساقية. الإصلاح منظومة كاملة لها علاقة بحرية الفكر، لها علاقة باحترام الناس لبعضها على أساس إنساني، مش على أساس هم دينهم إيه أو متدينين أو مش متدينين. الإصلاح معناه نقد أي شيء، كل شيء الإسلام ضده. هو الإصلاح هو يعني هو كل عوامل الإصلاح هي ضد الإسلام وضد مبادئه. فصعب جدا ان احنا نيجي ونخش ملعب الإسلام تاني ونرمي الكرة في ملعب الإسلام تاني ونقول ناخد الإسلام المكي، ناخد القرآن المكي. لا، أنا من وجهة نظري إن الإصلاح الحقيقي هو الانصراف عن الفكرة الأساسية للإسلام، الانصراف عن فكرة أن الله قبل أن يصمت إلى الأبد تحدث إلى البشرية وأهداها كتابا أخيرا. لا يليق بكرامة آخر كتاب لله إن احنا نتركه ونفضل بقى نقسمه وناخد منه ربع وناخد منه ثلث. ما ينفعش. يا إما نعترف أن هذا فعلا كلام الله وآخر رسالة للبشرية، وجاء هذا الدين ليظهره على الدين كله، وجاء هذا الدين ليحقق نظاما عالميا جديدا،
وكي يرث المؤمنون الأرض ومن عليها، وكي يأتي نصر الله، وكي يحارب المسلمون اليهود والشجر يتكلم، وكل هذه وأفلام هاري بوتر هذه. إما نقتنع أن هذا فعلا حقيقي وإلهي ومن السماء، إذن ففكرة الإصلاح يعني خائبة جدا، فاشلة جدا. مين يصلح مين؟ يعني البشري يصلح كلام الله؟ لا يمكن. الحديث يصلح القديم والعتيق؟ برضو مستحيل. إذن طالما فكرة القدسية وألوهية القرآن موجودة، لا يمكن أن تصلح الإسلام من داخل. الإصلاح يأتي بأن تنصرف عن هذه الفكرة أولا، وأن تعتبر القرآن هو توثيق لأشياء حدثت في الجزيرة العربية أو أينما نشأ الإسلام. يعني في نظريات مختلفة أين نشأ الإسلام، بس ليس هذا موضوعنا. وأنه مجرد توثيق لمجموعة من البشر عاشوا 23 سنة بيحاولوا يضبطوا أمورهم، وخاضوا حروب وانتصروا مرة وانهزموا مرة، وعملوا تشريعات لزمنهم البدائي جدا المحدود جدا، وأن هذه التشريعات لا تصلح بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال لعصرنا هذا. لا يمكن أقتدي بإنسان تزوج 13 امرأة وكان عنده عبيد وجواري وكان بيسبي النساء في الحق. لا يمكن يكون هذا الشخص قدوة حسنة لأي نوع من الإصلاح. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لو دخلت ملعب الإصلاح، لو دخلت ملعب الإسلام، حيحكمك بفكرة قدسية القرآن، حيقول لك يعني أنت ترفض كلام ربنا. وهنضطر بقى ايه، زي اسلام البحيري الشخص اللي انا بحترمه طبعا، والسجن ظل والاخرين، هيضطروا ان هم هيقولوا انت بتنكر كلام الله. لا 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 لا، انا ما انكرش كلام الله. فما ندخلش، ما نبلعش هذا الطعم. اللي انا شايفه يمكن ايجابي في قصه الاصلاح، رغم ان انا اختلف مع الاصلاحيين، من ناحيه هم بيخدروا المسلمين وبيدوهم امل ان فيه تغيير هيحصل، بس من ناحيه تانية بيجرؤوهم على النصوص شويه، بيجرؤوهم ان هم يفكروا، بيجرؤوهم ان هم يعني يتعاملوا مع يعني هذه القدسيه بتاعت الشيوخ ابتدت تقل، فضح الشيوخ، فضح بعض النصوص والاحاديث يخليك طب ما انت لو شكيت في الاحاديث ده ممكن تشك في الحديث ده، ولو شكيت في تفسير الطبري ممكن تشك في باقي التفاسير. فدي في حد ذاتها نقطة كويسة، لأن الإصلاح الحقيقي يتطلب الجرأة في التفكير، يتطلب نزع القدسية عن النصوص، وهذا يحدث تدريجيا لما الإنسان بيفكر. ما هو التفكير برضو تريكي، يعني ما تقدرش تبدأ تفكر وبعدين تروح عامل حاجز مرة واحدة. أنا أتصور أن المستقبل حيجيب لنا تطورين يمشوا في اتجاهين مختلفين بالعلاقة بالإسلام. ستجد الناس يخرجون من دين الله أفواجا، وده بيحصل وحيحصل بكثافة، لأن اللي احنا بنعمله ده، يعني أنا أفاجئ كل يوم ان احنا كنا يعني كم منصه بسيطه بننتقد، دلوقتي شباب كتير ابتدوا يقلدونا ويعملوا برامج زي برامجنا، وشباب عقليتهم ناضجه وعندهم وعي وعندهم تقنيات ان هم يعملوا هذا الشيء. فهذا الشيء سينتشر، واللي احنا بنعمله الارشيفات اللي احنا بنعملها دي بيستفيد منها هؤلاء الشباب وبيتعلموا منها. يعني من الاشياء اللي اعطتني امل ان من كام يوم كان فيه شخص بيحاول يوصلني بقاله فتره طويله، وطبعا الوصول الي صعب لاسباب امنيه، فعن طريق صديق عن طريق صديق عن طريق صديق وصلني وكلمني على التليفون وقال لي انا يعني ادين لك بحياتي. الراجل ده كان محبوس مع محمد مرسي اللي كان رئيس جمهوريه في مصر، كان سني متعصب اخواني سلفي، وبعدين لما يعني شاف الأحداث واللي بيحصل قال يمكن الحل في الشيعة، وسافر لإيران وابتدى يدرس، وفي طريقه أنه يكون ملا، وتأتيه حلقات صندوق الإسلام ويبتدي يتفرج على الحلقات، وعلشان هو دارس ابتدى يقول الكلام ده فيه منطق، والكلام ده هذه الأسئلة كانت موجودة عندي، وترك الإسلام. وقال لي يعني ما فيش سعادة دنيا أكتر من كده،
إني تحررت من كل هذه الضغوط والخوف والى آخره. فهذا الشيء سيحدث كثيرا. هناك الدكتورة وفاء عندها حق إن فيه كثيرين مقتنعين بأفكارنا بس ما يقدروش يتكلموا، والضغط الجماعي أو الكونفورميشن بايس بيسموه، الانحياز التأكيدي. هو الكونفورميشن بايس ده هو اللي موجود، إن هم يعني خايفين، بس لما حد يبتدي يترك القطيع ويمشي يبتدي يتشجع ويطلع بعدهم. ففي هذا الاتجاه هنشوف كتير من يخرجون من دين الله أفواجا، بس كل ما زادت المطالبة بالإصلاح، كل ما خرج الناس من دين الله أفواجا، ستتوحش مجموعة جديدة من المسلمين، وسيحلمون بالعودة إلى زمن الخلافة، وسيرفعون السيف في وجه من تركوا الإسلام أو في وجه من هم لا يزالوا مسلمين ويعترفون بالإسلام خوفا منه. لذلك أنا لا أعتقد أن هذا الشيء ممكن أن يأتي بالبطش السلطوي بتاع قائد مثل أتاتورك أو شاه إيران، لأنهم حاولوا. هم يعني فكرة التعطيل اللي هي من فوق حدثت بالفعل في التاريخ الإسلامي من أتاتورك ومن شاه إيران بكل قسوة، لأن هم اكتشفوا أنه لو تركوا لرجال الدين المجال لن يكون في أي إصلاح على أي مستوى، ففرضوا ذلك بالقوة وبحد السيف. الهاتف عندي كاد يفقد التشارج بتاعه، يعني مش قاعد جنب كهرباء، بس يعني الهاتف بتاعي زي الإسلام كده، يعني قرب يشحط، قرب يجيب آخره. لأن كل ما الحاكم فرض أو نزع قدسية الإسلام بالقوة، كل ما توحشت مجموعة إسلامية جديدة وقالت بقى يحاربون كتاب الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وتأتي المظلومية هذه. لا، خلي الناس يخرجوا منه بالراحة كده وبالحنية، وخلي هو الإسلام أعتقد نهايته هتكون زي ما تجربة داعش دي رعبت مسلمين كتير من الإسلام وخلتهم يتركوه. كل ما مسلمين أكثر يتركوا كل ما هتتوحش مجموعة جديدة، وهكذا سيظل هذا الصراع. لأن فكرة القدسية صعب جدا أن الناس تتخلى عنها بهذه السهولة، لأن الموضوع في الإسلام بالذات حياة أو موت، يمين أو شمال. الحل الوسط صعب جدا. يا إما تعترف أن هذا كتاب الله وإن ربنا عايز منك أشياء معينة، والأشياء دي واضحة جدا ما فيهاش فلسفة، يا إما تعترف أن الكلام ده كلام بشري وكان بيصرف تجربة مع شوية محاربين في الجزيرة العربية في القرن السابع، وإحنا ما لناش دعوة بالكلام. المنطق بيقول ما أقدرش أخذ كتاب بيتكلم عن العبودية وبيتكلم اللائي لم يحضنا وبيتكلم عن سبي النساء والتعامل مع النساء المسبيات، ان انا اخذ ده قدوه واصلح ايه؟ ده بيتكلم عن مجتمع تاني خالص ودنيا تانية خالص ومبادئ تانية خالص. لا يمكن اخذ الحاجات دي واقول بقى ايه نصلح وناخد منها ونسيب منها. لا، مقدس ولا مش مقدس بتاع ربنا الكلام ده، يبقى انت تخرس نهائي، ما تتكلمش ما تفسرش. كلام ربنا واضح وبيفسر نفسه كتاب مفصلة آيات. أو مش كلام ربنا يبقى بقى إيه زي ما بقول دايما، يعني كرسي في الكلوب وشكرا ونردها لكم في الأفراح إن شاء الله، once upon a time there was a Islam بس. لكن إن إحنا عمالين نروح يعني من اليمين للشمال، نصلح هنا ونعمل كده. لا، ده كلام ربنا ولا مش كلام ربنا؟ ده آخر رسالة للبشرية ولا لا؟ لو كلام ربنا أمتثل، أسكت، ما أجادلش، أشوف ربنا قال إيه ونمشي ونطبق. مش كلام ربنا يبقى شيل ده من ده ارتاح ده عنده وخلص الناس وخليهم يعيشوا بقى. أملي بقى فين؟ أملي في الشعوب المحبة للحياة، الناس اللي ليهم ثقافات قديمة لسه ما نسوهاش. الأمازيغ ما نسيوش ثقافتهم، المصريين ما نسيوش ثقافتهم القديمة، الأقباط ما نسيوش ثقافتهم القديمة، الأكراد لسه بيحتفلوا بالنوروز رغم أن كل
السنة والشيعة بيحاربوا النوروز ومش عايزين هذا العيد، النوروز أهم عند الأكراد من العيد الأضحى وهكذا. حب الحياة، حب الموسيقى، انفتاح المسلمين الشباب على العالم، وشايفين دلوقتي العالم ماشي في أي اتجاه. كل ده ممكن يديني أمل إن الناس رويدا تكتشف إن كل اللي كانوا حاشين دماغهم به دي أساطير، وإنهم كانوا مقدسينها عشان مش عندهمش خيار آخر، وعشان مش شايفين نوافذ أخرى على العالم. ابتدت النوافذ دي تكتر، وابتدى يخرج منها الناس. هذا هو الأمل. أعتقد أنه لا أمل في إصلاح الإسلام، ولكن فيه أمل كبير جدا في تحرير عقول وقلوب المسلمين من سطوة هذا الدين. شكرا أستاذ حامد. للمشاهدين إشارة، اقتربت نهاية الندوة وانشق الإسلام ربما. فآخر سؤال سيكون للأخ رشيد. تكلم الأخ حامد عن بعض مزايا من يحاول إصلاح الإسلام، أنهم ربما يعطون جرأة أكثر على التعامل مع النصوص الإسلامية، ربما يفتحون طرق للمسلم للتأمل في دينه. فما هي الطريقة المثلى للتعامل مع من هم في الجانب الآخر، يعني من كرس كل مجهوداته، بل ربما كرس كل حياته لإصلاح الإسلام؟ هل هؤلاء يطيلون على الإنسانية الطريق من أجل مواجهة صريحة وشجاعة مع الإسلام؟ طبعا السؤال صعب الإجابة عليه. أنا أحيانا أترنح بين شعورين: شعور أريد أن أشجع هؤلاء لأنهم على الأقل يزيلوا واحد من الأسوار التي تحيط بالإسلام، ومن ناحية ثانية أرى مثل ما قلت أنهم يطيلون عمر سقوط الإسلام أمام الميديا. وبالعودة مرة أخرى سأحيل إلى التجربة المسيحية، لأني درستها من جوانب كثيرة. أعتقد هناك تشابه على الأقل، رغم أني ذكرت الاختلافات الآن سأذكر نوع من التشابه فيما حصل في الماضي وما يحصل الآن. في عهد مارتن لوثر كان هناك رجال الدين يحتكرون سلطة تفسير النص الديني، والعامة من الناس ليس لهم حتى الكتاب المقدس الإنجيل ليس مترجما للغتهم العامية، ولذلك كل ما قاله رجال الدين يأخذوه بدون فحص وبدون تمحيص. ولذلك كان من حظ مارتن لوثر أن الإصلاح أتى بعد اختراع طابعة غوتنبرغ. فلما حط القضايا 95 طبعهم ووزعهم في كل أوروبا تقريبا، غزوا أوروبا كلها في وقت وجيز، وحتى ترجمته للإنجيل جعلها بالعامية ووزعها. وهذا ما ساهم في نجاح حركة الإصلاح. الميديا كانت الطابعة هي الانترنت بتاع انترنت ذلك الوقت. اليوم ماذا يحصل في عالمنا المعاصر؟ اليوتيوب والميديا، السوشيال ميديا، نزعت من رجل الدين احتكار الفتوى واحتكار تفسير النص الديني واحتكار أنه هو الوحيد الذي يملك العلم، أنه هو العالم والباقون عامة. صار العامي الشخص الذي ليس هو العالم الدين صار بإمكانه أن يدخل على جوجل ويبحث ويقرأ قصة صفية التي تطرقت لها الدكتورة وفاء. وبالمناسبة إن كانت قصة صفية هي الخطأ الوحيد الذي ارتكبه محمد فهي كفيلة بنزع النبوة والقداسة عنه. فإذن صار بإمكان أي شخص أن يدخل ويرى بنفسه. الآن المسلمون أمام خيارين للأسف: خيار أن يصير سلفيا لأنه سيجد أن النصوص تقول له أن هذا الغزو إسلامي بفعل الرسول وبفعل الصحابة وبالنص المقدس. السبي إسلامي،
تطبيق الشريعة وقطع اليد إسلامي، وليس من اختراع الفقهاء، وليس الإسلام المشوه، وليس الصورة الوردية والإسلام الجميل الذي رسمناه في مخيلتنا، لا وجود له في النصوص. السيرة المحمدية بشعة، والقرآن بشع، والتراث الإسلامي بصحابته وبرموزه بشع. فسيواجه هذه الحقيقة، فإما أن يصير مثلهم ويصير داعش، يا أما أن يتركهم. الخياران الوحيدان. أما المصلحون فلن يكون لهم شعبية لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. سيتركهم السلفي لأنه يعتبرهم كفار، وسيتركهم من ترك الإسلام لأنه لا حاجة له بهم أصلا. نحن نشجعهم من باب أنهم سيزيلون أحد الأسوار لا غير. أما الأمل الحقيقي هو في الشباب مثلك أخي هشام، في الشباب الذين يستمعون الآن على الفيسبوك. هؤلاء سأحيل إلى مثل رائع كان قد ضربه الأستاذ حامد في كتاب سقوط العالم الإسلامي. الإسلام الآن مثل سفينة تايتانيك، فإذا وجدت مراكب الإنقاذ اركب، خذ أحد هذه المراكب وانجو بنفسك. أنا أخذت مركب المسيحية، الأخ حامد أخذ مركب ممكن نسميه الأجناستيسيزم، اللي هي اللا أدرية أو الربوبية أو أي شيء من هذا القبيل. في كل واحد، كلنا اكتوينا بنار الإسلام. الملحد الذي ألحد، والذي صار لا دينيا، والذي صار لا أدريا، والذي صار ربوبيا، والذي صار مسيحيا أو اتجه أي اتجاه آخر، كلنا نشترك في قاسم مشترك، أننا وجدنا هذا الدين قد شوه دواخلنا. على فكرة الإرهابيون لم يشوهوا الإسلام، بل الإسلام الذي شوههم وأرجعهم إرهابيين. العكس هو الصحيح، هذا الإسلام. فلذلك واجهناه، والمواجهة في نظري رغم أنها ستطول وأنها مؤلمة ومكلفة كما قال الدكتورة وفاء، أنها مكلفة لكل من يقوم بهذه المواجهة. لا أحد منا اختار هذه الحياة، لا الأستاذ حامد اختار هذه الحياة، ولا الدكتورة وفاء، ولا أنا. كلنا نواجه مصاعب. البعض منا يواجه مصاعب في السيكيورتي، في الأمن. حتى أنت أخي هشام لا تستطيع إظهار وجهك بسبب هذه المصاعب. لو كانت حرية لكنت الآن تظهر وجهك دون أي إشكال. فكلنا اكتوينا، وكلنا أصابتنا جزء من هذه النار المشتعلة الحارقة. فكل ينجو بنفسه على طريقته، لكن هناك أمل. لأنه كما قال الأستاذ حامد، لما بدأت أنا في 2007 برنامجي سؤال جريء، كان 95% من المتصلين يشتمونني، والقلة القليلة هي التي كانت جادة في البحث. الآن تغيرت النسبة. الغالبية العظمى من الذين يراسلون البرنامج أو يعلقون يقولون شكرا، كنا نشتمك وكنا نتف عليك وكنا نقول عنك كذا وكذا، شكرا لأنك ساهمت في إخراجنا من السجن الذي كنا فيه. الآن بفضل الإنترنت والميديا، رضي الله على مخترع اليوتيوب ومخترع الفيسبوك، ورضي الله على العباقرة في التكنولوجيا الذين سهلوا حتى هذا اللقاء الآن. رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم جميعا سبب رئيسي الآن في الخروج من الإسلام. لاحظ كمية الفيديوهات الآن. سلمان رشدي كان كتب كتابا يعتبر الآن لا شيء أمام ما هو موجود على الإنترنت، واختبأ، اضطر للاختباء. الآن كمية هائلة من السخرية من الإسلام، كمية هائلة حتى في المسلسلات وحتى في الكوميديا في البلدان الإسلامية، إشارات لا حصر لها ضد هذه العقائد الهدامة. فإذا هي مسألة وقت، مسألة
مثابرة، مسألة إصرار ونضال من أشخاص مثلك أخي هشام، مثل الدكتورة وفاء، مثل الأستاذ حامد، ومثل الكثيرين على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا. هؤلاء جميعا أقول لكم أنتم جميعا أنتم أملنا، وأنتم مستقبل الأجيال القادمة الذين ستنيرون لهم الطريق وستخرجوهم من قبضة هذا الوحش الذي اعتبره مدمر للبشرية وليس فقط للمسلمين وحدهم. أشكرك. شكرا عزيزي رشيد. وصلنا إلى نهاية الندوة. أشكر جزيل الشكر الدكتورة وفاء سلطان، أشكر الأستاذ حامد عبد الصمد، وأشكر أخي رشيد مرة أخرى. سأفتح أعمل ميوت أحيانا كي لا يسمع الصوت، لكن الآن الأصوات مسموعة. شكرا لكل من تابع الندوة سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك. للأسف كان مشكل تقني على البالتوك، لكن تم نقل المباشر من أخ آخر، فأنقل له شكري من هنا. تحياتي للجميع، وأراكم قريبا إن شاءت الأقدار، أي أقدار تؤمنون بها. تحياتي. شكرا لك أخي هشام، وشكرا دكتورة وفاء، وكان شرف لي أشارك معك أخي حامد. شكرا للجميع. شكرا لكم. شكرا.